يا عيني ويا سلام على معمول العيد، وكل عام وانتو بألف ألف خير. ينعاد علينا وعليكم يا رب بالصحة والعافية والخير والبركة. قولوا آمين وصلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم رح نظبط لكم أطيب معمول عيد بالفستق، ومعمول بالعجوة، وعنا معمول نارنج، وعندي كمان معمول الجوز. صفيتهم بهذا الشكل. شايفين هي كل الأنواع اللي بدنا نحضرها بهذا الفيديو. أنا عم بعمل كمية كبيرة، فرح اترك لكم الكمية الكيلو العادية بالوصف، صندوق الوصف، ورح تطلع بعد شوي عندكم على الشاشة، لأن الكمية اللي عم بعملها كبيرة أنا. تمام. اللهم صل على النبي. أول شيء بدنا نحط الطحين، بدنا نشتغل على الميزان، وبدنا ننزل بالفرخة، تمام، اللي هو السميد الناعم، وبدنا نحط المحلب، وبدنا نحركهم مزبوط مزبوط على الناشف قبل ما ننزل بالسمنة. السمنة بدها تكون بحرارة المطبخ، ما في داعي ندوبها على الغاز، بدها تكون طرية. وبنحط كمية السمنة كلياتها، وبدنا نقلبهم مزبوط 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 لحتى تصير عنا العجينة طرية بهذا الشكل. تمام. بعدين بدنا نجيب مي باردة، وبدنا ننزل بالسكر. مي باردة، وبننزل بالسكر، وبدنا نحركهم مزبوط مزبوط لحتى يدوب عندي السكر. شايفين العجينة شلون طرية؟ حطيت مي باردة مشان العجينة تشد عندي وما ترخي كتير. هلا بدي اضيف الكمية كلياتها، وبهالمرحلة ما بدي اعجن عجن، بدي يكون لطيف مع العجينة وقلبها تقليب. تمام. عاملها حنية يا اخي، معمول هذا حساس كتير. شايفين تقليب لحتى تشرب العجينة الميات كلياتهم. طبعا فينكم تحطوا حليب بدال المي. هلا بنجي للحشوة. شو حب عندكم، بدكم تحشوا، عم ظبط لكم كل شيء هون. بالنسبة للفستق بدنا معلقة سكر بودرة، وبدنا نحط لها القطر، وبدنا نحركهم مزبوط، وبعدين بننزل بالسمنة. السمنة مشان يفك الدبق عندي ويعطيني كمان طعمة طيبة. وبننزل آخر شي بالماء ورد، وبدنا نقلبهم مزبوط لحتى تصير عندنا العجينة متماسكة بهذا الشكل. عجينة الفستق، تمام، مشان نحسن نحنا نحشيها. عندي بالنسبة للعجوة نجيبها العجوة تكون شقرة بهذا الشكل، تطلع كمان أطيب أطيب وأطيب. هلأ بالنسبة للجوز، بدنا نحط القرفة ونحط السكر البودرة وننزل بالقطر، وننزل كمان بالسمنة. طبعا بدنا نحرك أول شي القطرات، بعدين آخر شي بننزل بالسمنة. وعندي العجوة بنحط لها هيل، وبننزل كمان بالسمنة وبنعجنها مزبوط. شايفين شلون شقرة العجوة؟ عندي هلا النارنج، بدنا نحط له سمنة وبس، واللي بحب يضيف جوز بقلبها أو جوز هند شغالة كمان. هلا هيك انتهينا من عدة الحشوة كلياتها وصارت عنا جاهزة. بدنا نعملهم دوائر بهذا الشكل مشان تسهل علينا عملية الحشي، ونخلص شغلنا على السريع. بتعرفوا لبكة العيد الواحد بس بده يخلص. والعجينة طبعا هي بدها تكون محطوطة بالبراد أقل شيء 4 ساعات لحتى تشد عندي العجينة وتصير بهذا الشكل. لما نطلعها بنلاقيها قاسية، فبمعلقة بنشيل كمية قليلة من العجين وبنعجنها لمدة دقيقة بس لحتى نطريها شوي ونحسن نشتغل فيها. والكمية الباقية يفضل نحطها بالبراد إذا كان الجو عنا شوب كتير، مشان ما ترخي عنا، وبصير عنا الشغل أصعب إذا رخت العجينة عنا. هلأ بدنا نمدها بهذا الشكل، وبدنا نقسطهم كل قطعة قد الثانية. طبعا هذا الشيء بيرجع حسب حجم القالب اللي عندكم. تمام. هلا بالنسبة للقالب، في كثير العالم بتعاني انه القالب عم يلزق ومدري شو، عم نحط له طحين وكذا وهالقصص. انا والله بشتغل على هي الطريقة. بحط لي كيس سلوفاني يكون رقيق طبعا، ما يكون سميك، وباخذ لي قطعة من العجينة وبحشيها. نحشي هلا اول شي العجوة. شايفين شلون ضبيتها على بعضها، واي عجينة زايدة بشيلها مشان تطلع عندي الحشوة اكسترا وما يطلع عندي زيادة بالعجين. بحطها وبكبسها هيك بايدي، وبتطلع عندي بهذا الشكل. شايفين الرسمة مثل ما هي. عندي كمان ال- الفستق كمان نفس الشي، نفس الطريقة. عجينة الزايدة منشيلها. وكمان بدي اشتغل على غير قالب، بس كمان بالكيس.
والكيس برجع بقولكم يفضل يكون رقيق، كل ما كان رقيق اكثر مشان الرسمة تطلع عنا يعني مزبوطة. شايفين قلبتها بهذا الشكل، وهيك على فكرة الشغل اسرع، يعني بتخلصوا على السريع. اما بينما القالب حط ودق وعلق ومدري شو ونظف. وعندي هي النارنج، يلي عنده قالب فينه يشتغلها، واللي ما عنده قالب فينه يزبطها هيك بالشوكة. شايفين؟ وبالنسبة للعجوة عملت انا نوعين، على قالبين يعني اشتغلت. ندخلهم الفرن على درجة حرارة 180، بنشغل بس من تحت وبيطلعوا معانا بهذا الشكل. يلي بيحب يحط ورق زبدة من تحت، بس هي ما بدها ورق زبدة، كله شغال. وهيك صاروا عنا جاهزين بهذا الشكل. صحتين وهنا وعوافي، وبنحب نقلكم كل عام وانتم بألف ألف ألف خير حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله.